لا شك في أن تغييرا أصاب مزاج الناخب التركي. هذا ما توضحه نظرة سريعة في نتائج الانتخابات السابقة. حي أيوب سلطان مثلا في مدينة إسطنبول، الموصوف بأنه من معاقل مناصري الرئيس إردوغان، والذي طالما صوت له في الانتخابات السابقة، ذهبت أصواته هذه المرة لمنافسه كمال كليشداروغلو في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، مع أن التحالف الحاكم حسم أصوات الحي لصالحه في انتخابات البرلمان. ويعزو بعضهم هذا التغير إلى عوامل، منها عدم قطع أي من المرشحين وعودا انتخابية تخص اسطنبول دون غيرها في الجولة الأولى. أعتقد أن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في إسطنبول عوامل تؤثر في رأي الناخبين، وبلا شك موضوع اللاجئين ظاهر بشكل كبير في هذه الولاية. تعد اسطنبول من أغلى الولايات من ناحية تكاليف المعيشة، وزادها التضخم. الحزب الحاكم وعد بخفض التضخم وإيجاد فرص عمل. المعارضة التي تذهب إلى أن سياسة الحكومة النقدية لن تتغير تعد بأنها تملك الحل، وهذا الملف كان قد أسهم في تقدم المعارضة. في جولة الإعادة لم يظهر تغير كبير في وعود الرئيس إردوغان، بينما بدا الأمر على النقيض في خطاب منافسه كليشداروغلو. ماذون حتى النهاية، أنا هنا. وركزت المعارضة أكثر على ملف اللاجئين الذين حملتهم مسؤولية ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات والسكن، خاصة في إسطنبول، وتحولت من وعدها بترحيلهم خلال عامين إلى ترحيلهم فورا حال فوز مرشحها. المعارضة الآن في خطابها تسمع ناخب اسطنبول ما يريده، وتعده بترحيل اللاجئين فورا وبخفض التضخم، كما تشير إلى تحالف الحكومة مع أحزاب تصفها بالمتشددة، في حين أنها لن تقدم ما هي على ذلك. هذا في رأيي سيكون له وقع إيجابي. يبدي التحالف الحاكم ارتياحا للنتائج السابقة مع دعوته لعدم التهاون، بينما تظهر المعارضة قدرتها على الفوز. يستطيع كل جانب إسماع صوته للناخب كما يشاء، ويبقى الحسم قرارا يتخذه الناخب في لحظة خلوته الانتخابية. يسعى الرئيس إردوغان للحصول على أصوات اسطنبول في هذه الجولة، بينما يعمل كمال كليشداروغلو على توسيع الفارق الذي حصل عليه فيها، ومركزا بشكل أكبر على ملف اللاجئين، إذ تحتضن اسطنبول وحدها أكثر من 10% من إجمالي عدد اللاجئين في عموم تركيا حسب إحصاءات وزارة الداخلية. عمر الحاج، الجزيرة، اسطنبول.